تحية للمشاهدين ديال القناة ام 2030 اللي كتسعى جاهدة أنها تدافع عن الحق وتنور الرأي العام في الملفات اللي تروج أمام القضاء. كأول تعليق على الملف ديال عصام كشاف، اللي بغيت نأكد بأنه عصام كشاف تمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة، وهنا أنا كنتكلم على المرحلة ديال المحاكمة أمام هيئة تاع حكم اللي أعطت كل ما يمكن أن تعطيه من أجل إحقاق العدل وتحقيق النصر للعدالة. والحكم كيفما كان مبني على الملف الذي كان بين يدي هيئة الحكم. ما هما لا يعلمون الغيب وما عندهمش الأمور اللي حنا كنعرفوها، واللي هي حنا عندنا قناعة راسخة لا يمكن أن يغيرها أي أحد بأن عصام كشاف هو ضحية لملف مفبرك، وملف اللي كاين أيادي قد تكون حتى الناس اللي عطاو التعليمات ديال نشر مذكرات او بقيه بحث في ظرف 12 ساعه حتى هما ممكن ان يكونوا جزء من المؤامره اللي تعرض لها عصام كشاف. وحنا ملي كنتكلموا راه ماشي اننا ما عندناش المعلومات، حنا الكل كيعرفنا باننا نتمكن من المعلومه، عندنا المعلومه. فالنهار تكلمنا على واحد المسؤول قضائي اليوم في الدار البيضاء بانه عنده علاقه بواحد السيد محكوم ب4 سنوات سجن نافذه، وبانه خصو يدي واحد 7 المليار للخزينه العامه ديال الدوله في شخص المكتب التكوين المهني، راه ما كنتكلموش من فراغ، راه درنا التحقيقات ديالنا وشنا بعينينا. والفرقه الوطنيه بامكانها غير بالخبرات التقنيه ديالها دير غير الهاتف ديال الشخص والهاتف الاخر وتلقاه كان ديما كيتلاقى معاه وديما سميتو. نحن لا نتكلم من فراغ، وعمرنا ما تكلمنا من فراغ، وهاد المساطير كتبقى رائجه وكتاخذ وقت اكثر من الوقت اللي خصها تاخذه، لانه كاين مواطن عنده الامتياز ومواطن ما عندوش الامتياز. هذه حقيقه ما نكروهاش، لان كاين التمييز ما زال مستمرا بين المواطنين، وما كايناش المساواة بالشكل اللي كنطمحوا ليه واللي كيطمح ليه جلالة الملك وكيطمح ليه الدستور ديال المغاربه اللي صوتوا عليه في 2011. ف الحكم ديال عصام كشاف كان حكما منطقيا، لان صراحه ولو اننا لم نطلع بعد على التعليل ديال السيد رئيس الهيئه، ولكن التعليل كان منطقيا. البراءه فيما يخص المس بالحياه الخاصه، البراءه فيما يخص انتحال صفه ديال رجل المخابرات، حيت دابا ولات واحد المساله اللي بغى يسرع الملف ديالو عند النيابه العامه خصو يدير شي تهمه، وكيقولوا لهم راه ينتحل صفه رجل المخابرات باش انهم يسرعوا المسطره، وخص النيابه العامه تنتبه ودير جرد الملفات اللي فيها هذه المساله هذه، وتتقلب حتى على الجهه التي تقوم بهذه المساله هذه وحده. الثانيه، تم الحكم لصالحه فيما يتعلق بالضرب، تم الحكم بشهرين. السيد اللي شدوا وضربوا امام العامه فوق احتجاجيه حكموا عليه بشهرين موقوف التنفيذ، اداء مبلغ ديال 5000 درهم كمطالب مدنيه. بالنسبه للملف اللي تحكم فيه هو الفصل 540، السيد رئيس الهيئه وبالحكم ديالو كيأكد لنا بان هناك لبس في الملف لم تشكل به هيئة الحكم القناعة الكافية باش انه دينه بطريقة كافية وتحكم عليه، لانه خاصة ان عنده سابقة في الموضوع، واعطاه سنة سجن النافذة هي بداية على النص. وكنشكر هيئة الحكم لأنها تأكد لنا حتى هي بأنها رغم التداولات والتصريحات اللي تمت أمامها، ولكن غير مقتنعة قناعة كاملة بأن عصام كشاف مدان إدانة كاملة. والدليل هو المنطق الحكم اللي عطاه سنة سجن النافذة. المبلغ المالي المطالب المدنية فيها نقاش، لأنه السيد اللي دار الشكاية ما دار حتى شي وثيقه تثبت المبلغ المالي المطلوب، ولكن حنا ما عندناش مشكل، حنا مستمرين في النضال ديالنا في الملف ديال عصام كشاف، لان متاكدين بان الملف ديال عصام كشاف مفبرك،
وكان في اخباره، وطلعنا على طلعنا على جميع هذه الامور هذه، والعلاقه ديالو كانت كتربط السيد اللي قدم شكايه ضده. ولكن حنا راه في شهر شعبان، والحمد لله كاين الله عز وجل اللي ممكن كانه ينصف المظلوم. حتى اذا علت الاصوات ديال الناس اللي يفبركوا الملفات او ينجحوا اليوم، فما يمكنش ينجحوا ديما، لانه لا يصح الا الصحيح. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه بين الناس، وهي المسألة الثابتة، وهي القناعة اللي احنا مبنية عليها الأمة ديالنا تحت الإمارة تاع أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. كنلوم في هذا الملف ديال عصام كشاف السيد الوكيل العام ديال محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لأنه يعني كان من الواجب عليه أنه يدخل في هذا الملف هذا في البداية ديالو، باش أنه يحمي العدالة ويضم الملف الأصلي وباش يتبان الحقيقة، ماشي كأن النيابة العامة في الشخص سيد الوكيل العام كتعطي مجال للناس المرتكبين ديال الجرم الاصلي اللي هو موضوع النزاع، موضوع الشكايات ديال الموضوع ضد عصام كشاف وضد السيده الضحيه، انه كيعطيهم فرصه انهم يلفقوا تهم وانهم يفلتوا من العقاب وانه يثبتوا عكس اللي دلات به يعني الضحيه، واللي احنا كنتوفروا على جميع يعني الوثائق وجميع الاثباتات والادله اللي فيها المكالمات الهاتفيه، لا مع الفاعل الاصلي لا مع الاشخاص الاخرين اللي مشات عندهم يعني اللي كيشتغلوا في مجال العداله، اللي مشات عندهم يعني المحكمه الابتدائيه الزجريه عين السباع او المحكمه الابتدائيه ديال بر الرشيد، وعندنا جميع ما يثبت الكلام ديال ديك السيده يعني قبل ما تدلي به عند السيد الوكيل العام ويحيلوا على الفرقه الوطنيه. اليوم كنشوف واحد الملف مفبرك اللي بتات فيه المحكمه وحكم فيه، والملف ديال الضحيه في تجاره البشر اللي عنده علاقه بحمايه حقوق المراه وحقوق الشابه المغربيه، لاننا حنا نتبجح دائما بان المغرب سار في الطريق الصحيح في حمايه حقوق المراه، في الوقت اللي كنشوفوا الملفات المتعلقه من مجموعه من النساء ما زالت يعني رابطه الرفوف، سواء داخل النيابه العامه سواء داخل يعني المكاتب ديال الضابطه القضائيه. المهم ان هيئه الحكم ابانت عن علو تكوينها وعن مهارتها وعن شفافيتها وعن استقلاليتها وعن كفاءتها في دراسة مثل هذه الملفات. ما غاديش نلوموها لأنها أصدرت حكما بناء على الوثائق التي بين يديها وما تم تداوله معها، لكن نؤكد لها بأن عصام كشاف بريء في هذا الملف، وبأن كل ما أدلى به يعني واضع الشكاية يعني كيدي. أكبر دليل أنه اتهمه بأنه انتحل صفة رجل مخابرات ولم يدلي بأي دليل لذلك. نحن سنساند عصام كشاف لينتزع حقه حتى من وسائل الإعلام التي شهرت به ونشرت بأنه انتحل صفة رجل مخابرات. اليوم عنده البراءة لا من طرف النيابة العامة في صك المتابعة لا من طرف هيئة الحكم، وغادي نديروا ليه شكاية مباشرة في الآجال القانونية اللي 6 أشهر بالنسبة للمنابر الإعلامية، باش أنها تعويض يعني مادي وتاخذ الجزاء ديالها على الجريمة اللي ارتكبت في حق هذا المواطن هذا. وكذلك أننا نطالب من السيد الوكيل العام يعني لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن يتعاطى بجدية مع الملفات المتعلقة بالفتاة ضحية تجارة في البشر وبالفتاة الأخرى التي هي بدورها ضحية تجارة في البشر وممارسة الجنس داخل مسجد الذي انتهكت حرمته من طرف شخص يدعي بأنه يعني واعظ وعالم دين. فأين نحن
من التعاطي بشكل متساوي دون تمييز مع ملفات المواطنين بعيدا عن الخطابات الرسمية.